السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم ويومكم زي العسل. النهاردة روتين جديد وروتين مليان، والنهاردة يومي كان طويل جدا جدا، من اول ما صحيت الصبح لحد اخر اليوم لحد ما جيت انام، وانا طول اليوم كان عندي شغل. وبصراحة اليوم كان مليان جدا جدا. ده روتين الخميس. عايزه اقول لكم تابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله، باذن الله يعجبكم جدا جدا. طبعا انا كنت فطرت الحمد لله والشكر لله، وكان المطبخ نظيف وزي الفل الحمد لله رب العالمين. ودي اجمل حاجه اصحى عليها بصراحه، ان المطبخ يكون نظيف. لما بصحى كده والمطبخ مبهدل ومكركب، وفي مثلا مواعين بقى عايزة تترص في مكانها نظيفة، وفي حاجات في الحوض، في حاجات على الرخام، بحس بصراحة ان الدنيا مكركبة قوي. بحس ان انا لا، مش في احسن حالاتي. انما بحاول على قدر الامكان وقدر المستطاع ان اليوم يكون يعني منظم كده، وان المطبخ اخر اليوم ابيته نظيف. طبعا كنت طالبة اوردر خضار. يعني احنا هنا عندنا كذا محل بصراحة. بس عايزة اقول لكم ان انا جربت الاتنين او الثلاث محلات بصراحة. هو محل واحد اللي انا متعاملة معاه بقالي كذا سنة اهوت. وعايزة اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، الحاجة بتجيلي زي العسل. الحاجة مفيش اي خلاف عليها خالص خالص. والحاجة اللي مش بتعجبني بصراحة يا اما برجعها، يا اما بقول لهم المرة اللي بعدها بصراحة بتجيلي يعني احسن ما يكون. فطبعا احنا دافعين فلوس في الحاجة، فنستلم حاجتنا يعني اكننا احنا اللي منقيينها كده بالظبط، وجايبينها بنفسنا. بس ما شاء الله ولا قوة الا بالله، زي ما انتم شايفين كده. كنت جايبة خضار وكنت جايبة فاكهة. ويعني شلت كل حاجة في مكانها كده على طول. وبعدين برضو كنت جايبة فراخ وكده علشان اشيلها في الفريزر تنفعني في وقت اكون مثلا يعني يوم مشغولة وكده. فطبعا انا مش بحب ان انا اجيب يوم بيوم ابدا، يعني حتى في يعني اضيق الظروف. حتى لو هجيب مثلا لتاني يوم، انما ان انا اصحى بقى كده ولسه هبعت اجيب فراخ ولسه لا، يعني ما بحبش كده بصراحة. يعني عادي ممكن امشي اليوم اي حاجة، ولا اني اقعد كده انتظر فرخة تجيلي علشان اعملها للغدا. فالله المستعان. كنت جايبة فراخ فخليتها. طلعت بقى بانيه وطلعت ستريبس وبصوا ظبطتهم كده ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هتشوفوا دلوقتي عملت كذا اكلة. وانا اصلا من عادتي ان انا بشيل البانيه جاهز على القلي على طول، والستريبس وهكذا. بس عايزه اقول لكم ان احنا عندنا الفترة دي ملل كبير جدا من المقليات. اي حاجة مقلية، فسبتهم زي ما هم كده. ممكن ان شاء الله باذن الله يوم ما احتاجهم هتبلهم وهشويهم جريل على النار. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله، البانيه المشوي في حتة تانية خالص خالص، ومهما تاكلي منه عايزه اقول لك خفيف وجميل جدا جدا. حطيت بقى زي ما انت شفتوا طبق ستريبس وطبق بانيه وطبق كده فيه الرجول والرقب والهياكل عموما. وهنا بصراحة مش برميها. وهنا كان الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده برضو حطيتهم في طبق. بس حاولت ان انا افصل بينهم، يعني اخلي الكبد في ناحية والقوانص في ناحية، علشان لما اجي اقطع او كده اقطع القوانص الاول. انتوا عارفين ان هي بتاخد سوا شوية. بس كده ظبطتهم في الطبق زي ما انتم شايفين. طبعا كل الحاجات دي مغسوله وزي الفل ومتصفيه وبصوا نظيفه ما شاء الله. الف هنا وشفا يا رب. ف يعني دي برضو كلها افكار اكلات. يعني عندك يوم بانيه، يوم ستريبس، يوم هتطلعي الحوايج بتاع الفراخ دي تعمليها في يوم جنب شويه مكرونه هتعمليهم ببصل كده بيبقى طعمهم حلو قوي. المهم في ده كله ان احنا نسمي قبل ما نعمل الاكل، يعني نسمي الله كده قبل ما نعمل الاكل. تاني حاجة الحاجة تكون مغسولة كويس جدا جدا. والليمون بقى عايزة اقول لكم يعني
يعني بصوا بيضيع الزفارة، ومن الحاجات الجميلة قوي قوي بصراحة في نقع وغسيل الفراخ عموما. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان، الطماطم طماطمية كده امسكيها وقومي جاية عصراها على الفراخ. بصي مفيش ريحة زفارة نهائي. وكنت جايبة فراخ برضو، الفراخ دي فراخ ساسو، برضو بتنباع كده بالكيلو، بيبقى طعمها زي البلدي بالظبط، وبتبقى بصراحة حلوة قوي قوي قوي. كنت برضو جايبة شوية حاجات كده علشان السندوتشات وكده، ودي للمرة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله ربنا يثبتنا ومش هجيب لانشون. لو كده ممكن هعمله لهم انا في البيت. بصراحة مش من اساسيات التلاجة عندي ابدا، يعني ممكن مثلا اجيبه مرة في الشهر، هي مرة واحدة بس، ما بجيبهوش اكتر من كده. يعني هو اصلا مش صحي خالص. يعني انا لو هنقارن بين حلاوة ولانشون، لا طبعا الحلاوة افضل بكتير جدا. كنت جايبه جبنه اسطنبولي والفينو ده، وكنت جايبه ذره فشار. كنت هنا بوريكم قد ايه حبيت الذره صغيره، وعايزه اقول لكم ان ما شاء الله ما شاء الله بتفشر وجميله ودايبه وحلوه قوي قوي. انا بصراحه مش بحب حبيت الذره بتاع الفشار تكون كبيره، الصغيرة احلى بكتير قوي. هنا بقى كنت جيت هعمل الغدا زي ما شفتوا اصلا في المشتريات في اول الفيديو. كنت جايبة بتنجان متقور جاهز على الحشو على طول، بس طبعا نقعته. فقلت بقى ايه اسهل على نفسي بصراحة في يوم يكون مثلا طول اليوم واقفة على رجلي عندي شغل. طبعا انتوا عارفين يعني ام بقى واطفال وكبار وبيت ومسؤولية. فيومنا طويل 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 بجد. فربنا يا رب يعيننا ويقوينا جميعا ويسترها معانا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. قطعت بقى بصل، انا بحب البصل بتاع المحشي كتير، وبصراحة بحب ان انا ايه اديله سندة كده في الزيت او السمنة اللي انا حطاها. مش بحب المحشي بزيت قليل ولا بسمنة قليلة، هي احنا كده كده هنخربها فنخربها صح بقى وخلاص. يعني المحشي من الاكلات الدسمة برضو، فلا يعني انا اعملها مظبوطة. كده كده اصلا انا بعمل محشي يوم واحد في الاسبوع مش اكتر من كده، فخلاص بقى هو يوم وخلاص. هنا كنت حطيت الحلة دي على النار، وكنت حطيت فيها بصلاية وكام فص كده حبهان وقرن فلفل اهوت، وكنت هحط طماطمايه، وكنت حطيت اصلا ورق لورا. طبعا انتوا عارفين الفراخ السيسو مش بتاخد سوا خالص، فحطيت الملح اصلا كمان معاها عادي. عايزه اقول لكم ولو بتاخد سوا انا مش بيفرق معايا حكايه الملح دي. اهم حاجة في الموضوع كله ان انتي تكوني عندك الوقت الكافي لتسوية الحاجة. يعني عندك مثلا فرخة بلدي هتاخد سوا، ولعي عليها بدري تغلي وهدي عليها النار وسيبيها مع نفسها براحتها. بس يعني انما بقى ما نقولش الملح بيأخر مش بيأخر، هي الحاجة اللي بتاخد سوا بتاخد سوا، اللي مش بتاخد مش بتاخد. فهنا بقى كنت حطيت الرز وحطيت بقى هنا الخضرة، كنت غسلتها كمان، كنت ظبطت التوابل والملح وكل حاجة زي الفل الحمد لله والشكر لله. وكنت بقى هنا هبدأ ان انا احشي. كنت بقى زي ما قلت لكم غسلت البتنجان ونقعته، وهنا بقى كنت صفيته وخلاص. هبدأ بقى ان انا احشي على طول. بصراحة عادي كان ممكن ان انا احشي من الحلة على طول واحط في الطبق يعني، او احط في صينية. بس مش عارفة فضيت الرز بقى ويعني بدأت ان انا احشي على طول. ساعات بقى بحس احساس اللي هو لا انا عايزة احط كده الحلة يعني بناحية كده، وابدأ ان انا ارص فيها على طول. هنا عايزة اقول لكم المحشي كان طعمه زبدة، كان طعمه زي السكر. عملت طبعا ملوخية و عملت لسان عصفور. وهنا كنت حمرت الفرخة زي ما انتم شايفين. هنا كنت بوريكم قد ايه الرز مفرفر جوه البتنجان وطعمه قمر. فاتفضلوا معانا الغدا.